يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه النهارده بقى يا بنات، هنعمل القراقيش الفلاحي ومن كيلو دقيق، وكمان هنحشيها جبنه وهنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. ازيكم حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر الفيديو، بتدوب في البق يا بنات. بصوا، ومحشيه جبنه كمان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط معلقه كبيره خميره، 3 معالق كبار سكر، هنحط نص كوبايه ميه دافيه ونقلب كويس ونغطيها ونسيبها على جنب. هنجيب كيلو دقيق، هنحط عليه معلقه صغيره ملح، هنحط 4 معالق سمسم متحمر، وهنحط كمان 3 معالق كبار لبن بودره. وهحط على الكيلو كوبايه ونص سمنه على زيت، او كوبايه ونص سمنه، او كوبايه ونص او كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، وهنبسها زي ما بنبس الكحك بالظبط. وبعد كده هنضيف ميه دافيه بالتدريج لغايه ما العجينه تلم معانا. وطبعا هنزود الميه الاول، وبعد كده هنحط الميه بتاعه الخميره. يعني احنا مش عايزين نحط الميه بتاعه الخميره في الاول، علشان طبعا إيه ما تخمرش واحنا بنعجن فيها. تمام. وما بتتعجنش قوي، يعني حاولي ان انت على قد ما تقدري ما تعجنهاش قوي، تلمي بس كده العجينه وتدخلي كل المحتويات كده في بعض. بصوا، انا عايزاها بتقطم كده، مش عايزاها تكون فيها عرق بس. وبعد كده نلم العجينة ونغطيها بكيس بلاستيك، وبعد كده طريقة التخمير اللي احنا عارفينها، ونغطيها بفوطة ونسيبها تخمر. دي أسرع طريقة تخمير في الشتاء. بعد ما خمرت بقى، بعد كده بنجيب حتة كده، بصوا ما شاء الله قد دي كده، وبنفردها. هنعمل الأول السادة. عايزة أقول لكم طعمها تحفة، يجنن، تحفة قوي. وبعد كده بنقطعها باي حاجه، ممكن سكينه لو ما عندكيش القطعه دي، ونسويها من الجناب ونسويها من فوق ومن تحت زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده بنقطع الحجم اللي احنا عايزينه. بس يعني ما تخنيش ولا تكبري ولا اي حاجه، لان هي لسه هتخمر ولسه هتنفش وكده، يعني ماشي. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي وهتعجبكم جدا، وبمقادير يعني مش كتير قوي، بسيطه يعني. ولو انت عايزه تعملي اكتر من كيلو دي طبعا تقدري تضاعفي الكميه. هنا بقى المحشية جبنة بنفردها، ونفرد الجبنة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنبطط عليها بظهر المعلقة علشان تتفرد معانا جوه في العجينة كده. وبعد كده نتني العجينة، ولازم نبطط عشان نخرج الهواء منها من جوه. ونتني عليها الحتة اللي بره كمان، ايوه كده. ونبطط عليها، وبعد كده نقلبها. ما تقطعيش بقى من الناحية دي، اقلبيها وقطعي من الناحية التانية. عايزة اقول لكم اللي بالجبنة طلعت تحفة بجد، يعني جميلة جدا وحلوة قوي. النهاردة الخميس بقى، قومي اعمليها، الجو برد جدا، احنا بنموت يا فخري. الجو برد، عايز بقى كوباية شاي بلبن كده وشوية قراقيش من دي. قراقيش بصراحة فلاحي أصلي، يعني طعمها جميل جدا جدا. بصوا حلوة جدا جدا جدا. هنرصها بقى في الصواني زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم ان هي يعني طعمها يجنن بجد، هتجربيها مش هتبطلي ابدا تعمليها. ومن كيلو دقيق نعمل كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين. بس كده. انا قلت اعمل لكم تاني اللي بالجبنه علشان تشوفي بصوا شكل الجبنه جوه تحفه. دي الساده برضو مهم جدا ان انت تسويها عشان تطلع كلها ايه يعني شكل واحد يعني. واعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه. ايوه كده. بس كده خلاص، انا خلصت الكميه ما شاء الله. شايفين عمل الكيلو ايه؟ عمل لي ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هندخلها الفرن على درجه حراره 190. ما تولعلهاش الشوايه ابدا، سيبيها تحمر من فوق ومن تحت زي بعض، تاخد اللون الجميل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم.